وجود الشيخ طارق الحواس الليلة. ونشكر الشيخ وليد على هذه الكلمات، ونقول بالله لفظك هذا سال من عسل أم هل صببت على أفواهنا العسل. أنا أختم وأقول أحبابي الكرام، كل مهموم وكل مغموم وكل من ابتلي بمرض أو بسجن أو بغيره يعزينا في ذلك يوم أن أتى أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أقول قصة أبي، وتعرفون مشايخنا الكرام هذه القصة ذكرها واحد من المشايخ، وذكرتها أيضا الأمير سعود بن عبد العزيز وهو يسلم عليكم ويقرئكم السلام ويحبكم في الله عزيزي مشايخنا الكرام. يقول ذكرها الواحد ووقع معه نفس ما وقع لهذا. هذا يا شيخ واحد محكوم عليه بالسجن قصاص، محكوم عليه بالقصاص. يقول ما فيه ولا أحد من المشايخ إلا توسط، ولا فيه ولا واحد إلا بحث عن أهل الجاه وأهل المناصب حتى يبحثون عن من يشفع له ويعتق رقبته من هذا القصاص. يقول أبو الولد هذا ما تركوا عليه باب، لا من أمير ولا من وزير ولا من صغير ولا من كبير. يقول معاند مرة، يقول إلا حكم الشرع السيف. قال فأتى إلي هذا واحد من الإخوان، يقول كان مرة تعبان عنده بعض الأمراض وكذا، وبعض الناس الآن يشتكون أمراض وهموم وكذا. قال فراح عند واحد من المشايخ قال بس خذ هالكتاب وخذ الحديث هذا اعمل به بس. قال فوالله العظيم أن فرج الله عز وجل علي هموم الدنيا كلها. يقول لما رحت السجن أنسجن في دين، يقول جيت عند هذا اللي محكوم عليه بالقصاص، يقول جيت لقيته محزون ومهموم شيء ما يعلم به إلا الله. يقول قلت له اترك فلان واترك علان واترك الفلان اللي بيروح يتوسط ولا بيروح يجيب كذا ولا كذا، استمع للحديث هذا واعمل به وأبشر بالخير. قال فعلمه الحديث يوم أتى أبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال فقلت، يقول أبي قال فقلت له أجعل لك الربع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما شئت وإن زدت فخيرا لك. قال أجعل لك من صلاتي النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فخيرا لك. قال أجعل لك من صلاتي الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فخيرا لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي رواية قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذه رسالة لكل من أصيب سواء بهم أو بغم أو بمرض أو بسجن، ونقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. ونسأل الله أن ينفس عن كل من ابتلي بهذه المصائب وأن يعجل بفرجه.